السلام عليكم. طبعا من اكتر الحاجات اللي حلوه جدا بنحبها البسكوت. هنعمل النهارده بسكوت البرتقال، هيطلع معاكي دايب دوب وفي نفس الوقت هيطلع معاكي مقرمش. مقادير مظبوطه وحلوه جدا. تعالوا مع بعض هنشوف هنعمله ازاي. هنجيب هنا بوله وهنحط فيها 2.5 كوب من السمنه. لو عايزه تستبدليها بالزبده مفيش مشكله، هتعمليها بنفس الخطوات. 2.5 كوب من السمنه كده تمام. وهنحط 2.5 كوب من السكر البودرة، لازم يبقى بودرة معاكي قوي وتنخلي كمان علشان تتأكدي مفيهوش حبيبات. بعد كده هنضرب كده كويس لحد ما توصلي للقوام يبقى كريمي معاكي والسكر معاكي يدوب تماما واللون طبعا يتغير. كل ما تضربي السمنة هتفتح لونها واللون هيتغير بتاعها كده تمام. شايفين اللون بتاعها بيفتح معانا، عايزينها توصل للقوام زي الكريمي بالظبط كده. شايفين بالشكل ده. بعد كده هنحضر هنا 5 بيضات وهننزل ببيضة بيضة. لازم البيض يكون معاكي بدرجة حرارة المطبخ وهنضرب كده كويس كده. خلاص جهزت معانا. بعد كده هنحط معلقة كبيرة من بشر البرتقال وهنحط معلقة صغيرة من الفانيليا. بعد كده هنحط هنا كوباية من عصير البرتقال الفريش وهنضرب كده كويس لحد ما القوام يبقى كريمي وحلو جدا معاكي كده تمام. القوام بتاعها مظبوط جدا. بعد كده هنجيب هنا كيلو من الدقيق، لازم الدقيق يكون نوعية كويسة معاكي، وهنحط فيه معلقة كبيرة من البيكنج باودر وهنحط على خليط البسكوت خليط البيض. بعد كده هنقلب، بس خلي بالك البسكوت مش بيحتاج تقليب كتير، يعني هدوبك كده تلم الدقيق بتاعك وخلاص علشان ما يعملش عرق معاك الدقيق. هنقلب كده يا جماعة بصوابعنا كده وما تقلبيش كتير، نلم كده الدقيق لحد ما يختفي معانا. طبعا ما تعجنيش عجين المخبوزات. شايفين هو هيلم معاكي بسرعة كده الدقيق. طبعا عجينة البسكوت طرية جدا حلوة علشان هنشكلها في كيس الحلواني. لو انت هتشكليها بمكنة البسكوت هتزودي كده شوية من الدقيق تتقل معاكي كده شوية وتستخدميها كده تمام. شايفين العجينة ظبطت معايا وحلوة قوي، طرية والقوام بتاعها حلو. شايفين عايزينها تبقى طرية كده جدا. شايفين يمشوا على المقادير دي بالظبط وهتبقى مظبوطة معاكي. بعد كده هنجيب هنا صينية فيها ورق زبدة وهنحط هنا العجينة في كيس الحلواني وهنشكل زي ما اتفقنا. لو انت هتقطعيه بالمكنة هتزودي كده رشة من الدقيق وتحطيه في المكنة وتشكليه. طبعا في الوقت ده هكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 160 وهيقعد معاكي لحد ما يحمر وتخلي بالك عليه كده تمام. خلصت طبعا الكمية، هنحطها في الفرن. شايفين اخد لون حلو جدا من تحت. بعد كده هتديله لون على الشواية من فوق كده وتطلعيه. شايفين الجمال جميل جدا وريحته وطعمه روعة. جربوه حلو قوي. طبعا اول ما تطلعيه تحاولي كده ما تطلعوش على طول، هتسيبيه يبرد بعد كده هترفعيه. شايفين ألذ وأطعم بسكوت ممكن تجربوه مع احلى كوباية شاي، بجد روعة جدا حلوة جدا. جربوه بنفس الخطوات دي وهيعجبكم. بعد كده هنغلفه، هنحطه كده في العلب علشان نحافظ عليه. هترصيه بالطريقة دي وتقفلي كده عليه كويس، اهم حاجة ما يدخلوش هوا. هيقعد معاكي فترة طويلة مقرمش وحلو جدا. اتمنى الفيديو يكون استفدتم وعجبكم. ما تبخلوش عليا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشتراك علشان توصلك اي فيديوهات هنزلها. والسلام عليكم.